لا يوجد فرق بين الله عز وجل وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إلا شيء واحد، أنهم عبادك وخلقك، الإله وهؤلاء المألوهون، أنت خالقهم وهؤلاء مخلوقون لك. السلام عليكم. من العجب العجاب أن يبني إنسان منظومته العقائدية معتمدا على رواية أو على مقطع من دعاء من دون أن يشد هذه العقيدة بآيات محكمات وروايات معتبرة حتى يستطيع أن يقف مثبتا على هذا البناء العقائدي. ما يعتمد عليه هؤلاء المشبهة في عقيدتهم هو مقطع من دعاء ينقله الشيخ الطوسي في مصباح المجتهد والسيد ابن طاووس في إقبال الأعمال. هذا المقطع أو هذا الدعاء كله هو مرسل، وراوي هذا الدعاء غير ثقة، فكيف يعتمد عليه؟ الأمر الآخر والمهم أننا لا يمكن بمكان أن نغادر كتاب الله وأحاديث العترة المعتبرة حتى نبني لنا أساسا عقائديا متينا. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في محكم آياته: ليس كمثله شيء، يعني نفى التشبيه نهائيا ولم يجعل له أي مجال. أما إذا رجعنا إلى أحاديث العترة المباركة لن نذهب يمينا وشمالا، وسنقف على نهج البلاغة فيما ينسب لأمير المؤمنين عليه السلام. منه في الخطبة 213 في تمجيد الله وتعظيمه يقول: الحمد لله العلي عن التشبيه. وكذلك في نهج البلاغة في الخطبة 91 في الصفحة 125 يقول: وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكم آياتك ونطقت عنه شواهد حجج بيناتك. فكيف يأتي اليوم الإنسان ويقول لا فرق بين الله وبين عباده إلا أنهم خلق؟ إذن ساوى بين الله وبين عباده. أما أهل البيت عليهم السلام فنحن نعتقد، وهذا الاعتقاد مبني من كتاب الله ومن رواياتهم عليهم السلام، أنهم طبعا على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم سادة البشر، أنهم أوصياء رسول الله، أنهم حجج الله على أرضه، أنهم خزان علمه، أنهم تراجمة وحيه، أنهم أبواب رحمته، أنهم منازل لطفه وعفوه ورأفته. ويأتي أمير المؤمنين عليه السلام ليبين لنا كيف يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وأمينه الرضي صلى الله عليه وآله، أرسله بوجوب الحجج وظهور الفلج وإيضاح المنهج، فبلغ الرسالة صادعا بها، وحمل على المحجة دالا عليها، وأقام أعلام الاهتداء ومنار الضياء، وجعل أمراس الإسلام متينة وعرى الإيمان وثيقة. والله تبارك وتعالى يقول في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن لم يذكر القرآن ولا المعتبر من رواياتهم عليهم السلام أن لا فرق بينهم وبين الله، إلا أن المشبهة الذين يمتدون عقائدهم من المفوضة الغلاة يحاولون أن يضربوا العقائد الصحيحة بروايات متهافتة. نسألكم الدعاء.